مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا اليوم نسوي بسكت من برا مقرمش ومن داخل طري. مو بسكت، كيك يجنن، أنصحكم تجربونه وما يحتاج من عندكم تعب وعجين. لا، نبدي طريقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. بالبداية خلينا كوب من السكر وخلينا عليه قشور البرتقال برشناها وخليناها على السكر وبدينا نخلطه. هالدور ضفنا بيضة ونضيف عليه صفار بيضة، يعني خليت بيضة وصفار بيضة، وبديت أخلطهن إلى أن يصير عندي اللون أبيض بهاي الصورة. خليت عليه رشة ملح. هالدور أضيف عليه كوب من الزيت، وبعدين أضيف عليه كوب من البرتقال أو عصير برتقالة. أنا عصير البرتقالة عندي سوى كوب، وضفت عليه نص كوب من الجوز المبروش. وهالدور بعد ما خلطتهن ضفت الطحين بالتدريج، بس الطحين بدون قياس، تخلونه بالتدريج إلى أن تتكون عندكم عجينة ناعمة سلسة طرية. هنا يعني عجينتنا كملت. وخليت عليه ظرف من البيكنج باودر. طبعا هنا راح ابدي اعجنها بيدي. حبايبي، لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. قناتنا على اليوتيوب المطبخ البصراوي. هاي عجينتنا، شوفوها. وهاي هنا بياض البيضة اللي خلينا ضفنا عليه قطرات من الخل الابيض وخلطناها كل زين. وطبعا هنا عندي دق السبال او الفول السوداني. هسه ناخذ قطع او كرات من العجينة نخليها ببياض البيض، وهالدور نخليها بالفول السوداني، ونكرر هاي العملية الى ان نخلص العجين كله. طبعا الاحجام اللي تحبونها تسوونها. يعني هاي الوصفة كلها على بعضها تاخذ ربع ساعة بين العجين وبين الشوي. وهاي كمل البسكت مالتنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهسه حبايبي اترككم في امان الله، الى اللقاء.